صباح الخير لكل اللي عم يسمعونا عبر التردد 103.5 عبر أثير إذاعة وير. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا بجدة لقائنا مع حلقة جديدة من سلسلة حلقاتنا التوعوية الطبية اللي بنستضيف فيها أخصائيين ومختصين بمجال الصحة النفسية ضمن سلسلة حلقات. واليوم رح يكون ضيفتنا السيدة القابلة القانونية أمل إبراهيم. اسمحوا لي رحب بضيفتنا لحتى نبدأ لقائنا. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. خيرات، أهلا وسهلا. مستمعينا، نحن هلأ ضمن من بداية الشهر ضمن أسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية. يا ترى شو هي الرضاعة الطبيعية وليش بيحتفلوا وشو هي الإيجابيات والكثير من الأسئلة والمحاور رح نناقشها مع ضيفتنا القابلة القانونية أمل إبراهيم. ورح هي أكيد رح تغنينا بمعلومات جدا مهمة، وبتمنى منكم أنكم تشاركوا رابط الحلقة حتى السيدات والآنسات يستفيدوا من يعني السيدات يستفيدوا من اللقاء، حتى الآنسات كمان مستقبلا لحتى يصير عندهم معلومات بتهمهم أكيد. بداية الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية شو هو السيدة أمل؟ أيضا ليش بيحتفلوا بجميع أنحاء العالم بهالمناسبة هاي؟ أهلا وسهلا فيكم. في البداية يسعدني أنه أكون معكم ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية اللي نحتفل به سنويا للتأكيد على حق الطفل في الحصول على أفضل بداية ممكنة. فالرضاعة الطبيعية هي ليست مجرد وسيلة لتغذية الطفل، بل هو تدخل صحي متكامل. حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية أن الرضاعة الطبيعية تحمي مئات الأطفال من الموت ومن كثير من الأمراض القاتلة، خاصة خلال الستة الأشهر الأولى من الولادة. لأنه حليب الأم أكيد ما في شيء بيغني عنه، أكيد هذا شيء أكيد يعني. أي حدا حابب يسأل أكيد مثلا يكتب السؤال اللي بيخطر على باله بما يخص مستمعينا ومشاهدينا اللي عم يشاهدونا. فيكم تكتبوا عبر كومنت السؤال، أكيد إذا فينا نجاوب يصير معنا مجال أكيد رح نجاوب. هلأ السيدة أمل، هلأ بخصوص إنه الرضاعة الطبيعية هي ليش هي أفضل وسيلة للطفل منذ اللحظات الأولى؟ ليش بتعد انه بيعطوها الاهميه هاي؟ الرضاعه الطبيعيه لانه فيها يحتوي الحليب الام على جميع العناصر الغذائيه لتحمي جسم الطفل خلال خاصه الاشهر الاولى، الستة الاشهر الاولى من الولاده. تماما. هلا الكثير بنسمع انه في شيء اسمه ساعه ذهبيه. ايوه، بجميع بالسلك الصحه، حتى كثير من الامراض القلب ويعني حاله انقاذ هي تسمى. انه الساعه الذهبيه بعد الولاده، ماذا تعني هالساعه هاي وشو هي يعني لشو لها اهميه؟ الساعه الذهبيه هي الساعه الاولى بعد الولاده. نعم. لانه بهي الساعه الحليب الأم أثناء الرضاعة، يعني يوم ترضع مباشرة ابنها خلال هذه الساعة الأولى، نعم. الثدي يفرز مادة اسمها لبن. هي مادة أو السرسوب نقول يعني. نعم. غنية بالبروتينات والمواد الدسمة، يعني نسميه هذا يوم اللي تعطي مباشرة ترضع ابنها بيكون نحسبه تقريبا اللقاح الأول للطفل. تماما. بيحميه من الأمراض، من العدوى، من كتير. معناتها هالحليب اللي بيكون بالساعات الأولى بيحمل جرعات يعني عالية من البروتينات والمواد الدسمة جميل جدا. حتى الشيء هذا بظن انه حتى عند الحيوانات كمان متواجد هالشيء هذا. يعني جميل جدا، معلومة رائعة. هلا ما المقصود بالرضاعة الطبيعية الحصرية مثلا، انه وإلى أي عمر توصي بها المنظمة الصحة العالمية؟ الرضاعة الطبيعية الحصرية هو إعطاء الحليب الثدي فقط، وعدم إعطاء أي شيء آخر مثل سواء الزهورات، الشاي، مي. نعم. أبدا، يعني الطفل ما بيحتاج لأي شيء غير أبدا وسكر ومي سكر خلال الأشهر الستة الأولى أبداً. يعني ل6 أشهر ما فيها، يعني ما يحتاج الطفل لأي سوائل أخرى غير حليب الأم. سبحان الله. بيستثني منه الفيتامينات والأدوية اللي يعطيها الدكتور طبعا، بس يعني حتى في الجو الحار، يعني في ناس عنا بيقولوا إنه مثلا الجو حار الطفل بيحتاج لشغلات تانية لمي وهيك. لا أبدا.
سبحان الله، رب العالمين عاطي هالشيء هذا يعني كامل مكمل ما بيحتاج شيء. يعني حتى قد لا يحتاج إلى سوائل، سواء كان شوب أو برد. تماما. جدا جدا مهم. بحب ذكر مستمعينا للي جديد انضموا لنا وللي عم يشاهدونا عبر البث المباشر، انتم عم تسمعوا اذاعه بوير اف ام، معكم انا عماد خلف من وراء الميكروفون، زملائي بالكنترول بيوجهوا لكم تحيه اكيد، ونحن هلا فريق العمل بخدمه هالبرنامج هذا لنوعي السيدات، لنوعي اليوم الحلقه خاصه بالسيدات المرضعات، يعني لنوعيهم انه مدى اهميه الرضاعه الطبيعيه. يعني في يعني سؤال اخر بيخطر على بالي، انه مثلا خارج محاورنا اللي هيك مقررينها، انه بعض السيدات يقولوا والله انه انا حليبي قليل وما بيكفي. هلا حكينا انه والله حليب اضافي او ماده اضافيه اخرى، هالشي هذا لاي درجه يعني بتشوفيه صح او لا؟ المشكله عندنا يعني لازم المراه شوي يعني تستمر بالرضاعه على القليله، يعني خاصه لشهر. يعني قبل الشهر لا ينصح باستخدام حليب صناعي. لا تستعجل، يعني انه الحليب الام فيها انه مواد غذائيه، مكملات غذائيه، بروتينات، مواد دسمه كثير فعاله، مو موجوده بالحليب الثاني. يعني الحليب الام في تركيبته يعني اول الرضعه مو مثل اخر الرضعه. في كثير ناس بتجهل هاي الموضوع. اول الرضعه بيكون مي، بيكون مي لونه شفاف كتير مشان سهولة الهضم. آخر الرضعة بتجي شوي أسمك وفيه بروتينات ومواد الدسمة. المرأة ما بتصبر، مثلا في كتير مثلا بيعطوا الصدر ومباشرة على 5 دقائق بينتقلوا على الصدر الثاني. من هون بنصح إنه مثلا المرأة بتكمل خليها ترضع من ثدي واحد لحد الشبع، لحد تنتهي يعني يفرغ الثدي نهائيا، حتى الطفل يحصل على القيمة الغذائية الموجودة بهالحليب كله. يعني من بداية الرضعة لنهاية الرضعة. تماما. أيوة. هذا الشيء اللي حاب هيك يعني نوضحه بالخط العريض، انه يا جماعة يا سيداتنا المرضعات، الامهات المرضعات، بدكم تصبروا شوي. أيوة. انه بالاخص قد المولود الاول مثلا البكر مثلا صح. او نعم فبدكم تصبروا شوي على الولد، او حتى احيانا بيكون مثلا طفل ما عنده قوه أيوة. للرضاعه، بدكم تصبروا. والحليب هذا الدفعه الاولى مثل ما ذكرتي انه بتجي قوامها شفاف. ايوه. فالطفل قد لا يستفيد من الجزء الاول. فبدكم تصبروا. المعلومه هاي موجهه من مختصه وقابله قانونيه، ونحن كمان بنوجه رسالتنا للامهات انه بدكم تصبروا، وهالمعلومات هاي اكيد رح نعيدها ونكررها كمان. هل تقتصر فوائد انه خلينا نحكي اول شيء انه مثلا فوائد الصحيه اللي عم يحصل عليها بالرضاعه الطبيعيه للطفل شو هي؟ حكيت يعني اول شيء تقوي المناعه، يعني بيحميه من الامراض مثل الاسهالات، الانتهانات التنفسيه، الانتهانات المعويه. يقلل خطر الإصابة بأمراض مستقبلا صح. مثل السمنة، السكري من النوع الثاني. بيزيد الرابط العاطفي بين الأم والطفل. نعم. أيوة هي. وفي كمان يساعد على النمو الجسدي والعقلي للطفل. تماما. في كتير أمور مرتبطة والأم عم تتجاهلها أو قد لا تعلم، يعني إنه الساعات الرضاعة اللي عم تحضن الأم الطفل هذا هي بتعطي بزيد الألفة والعاطفة. في أمور أخرى هاي ما فينا ندخل فيها، ربما يعني إنه ضمن مجال الأطباء النفسيين أو العصبية أو الأطفال. فهالشي هذا مهم جدا إنه بيزيد الرابطة الألفة بين الطفل تمام. حلو كتير. انه تقتصر فوائد الرضاعة الطبيعية عند الطفل فقط ام عند الام هي كمان بتستفيد منها؟ لا اكيد الام كمان بتستفيد. كيف طيب؟ اول شيء بتعزز الصحة النفسية عندها. اثناء الرضاعة الجسم بيقوم بافراز هرمون الاكسيتوسين. هذا الهرمون هو المسؤول عن السعادة، يعني بيقلل حالات التوتر يعني تخلي المرأة تشعر بالامان بالراحة. حلو كتير. كمان الرضاعة الطبيعية بتقلل حالات الاكتئاب ما بعد الولادة. نعم. كمان يقلل حالات الإصابة بسرطان الثدي والمبيض. جدا مهم. كمان بتقلل كتير من نسبة احتمالية حدوث الحمل.
الرضاعة. تماما أكيد. غير أنه مثلا بيخلي عودة الرحم إلى حجمه الطبيعي وتقلل تماماً. من نسبة الحدوث النزوفات ما بعد الولادة. كل هدول بس مشان الرضاعة الطبيعية. وما بننسى أنه هو اقتصادي تماما، جاهز دائما، موجود دائما، معقم ودافئ ودرجة حرارة مناسبة يعني، ويا ما بتحتاج لأي تكلفة. للأسف يعني بنشوف الأمهات الجيل الجديد متوجهين نحو الحليب الصناعي، والشيء هذا نحن ما بنحبذه، حتى الأطباء كمان ما بيحبذوه. صحيح. بتذكركم ضيفتنا الكريمة السيدة أمل إبراهيم إنه الرضاعة الطبيعية هي الأفضل الأفضل الأفضل. أكيد مستمعينا، هلأ نحن عم بلشين بأسئلتنا. أي حدا خطر على باله سؤال أكيد عبر كومنت بتكتبوا لنا إياه، رح نطرح سؤالنا على ضيفتنا. هلا هناك من يقول انه الرضاعة الطبيعية تساعد في تحسين الحالة النفسية للأم. هلا من شوي حكيت لنا بتفاصيل، لكن انه كيف عم يصير هالشي هذا؟ يعني انه بيفكروا الناس او السيدات انه والله انا عم برضع، شو له علاقة بالحالة النفسية؟ هذا الهرمون اللي عم اثناء الرضاعة، هالهرمون بيفرز بيساعد مثلا الحالة النفسية ترتاح. حتى الرضاعة يوم الجسم الولد يلامس جسم الأم بتزيدها العاطفة، بتشعر بحالة يعني ما حد يحس فيها غير الأم. حتى كمان نقطة أخرى كمان اللي هي المستفيدة المرضعة، كتير من المرضعات اللي ما عم يرضعوا، يعني السيدات اللي ولدوا في حالات عديدة بنشوفها انه والله صارت معهم خراجات بالثدي. أيوة. سواء طرف واحد او طرفين، ف تتأزم هالحالة هاي، وهي ترجع انه مجرد الطبيب يسألها انت ولدانة جديد؟ تمام. ايه عم ترضعي؟ لا والله ما عم برضع. هون بتأثر سلبيا كمان. يعني وهالخراج هذا ممكن يؤدي ل يعني مرض لشيء امراض نحن ان شاء الله بعيد عنهم. اكيد انه اكثر الصعوبات اللي عم تواجه الامهات بالايام الاولى بعد الولاده، هلا من شوي حكيت انه والله الام واكتئاب وكذا، يعني في يصير تغيير فيزيولوجي بجسم الانسان، تغيير بالهرمونات. كيف فينا نتغلب على هالحاله هاي؟ أكثر الحالات يعني بيصير احتقان ثدي، بيصير بألمة، تشقق الحلمة، بيصير في صعوبات قلق الأم إنه الحليب ما يكفيها. صح. أو صعوبة التقام الطفل للثدي. هاي الصعوبات كلها يمكن حلها، يعني اضطرابات النوم، انه الطفل كل شوي بيفيق مثلا. هالمشاكل يمكن حلها بزيادة عدد الرضعات مثلا. وتصحيح وضعية الرضاعة. مثلا هاي صعوبة التقام الطفل للثدي، ما بيعرف مثلا مزبوط، بيكون وضعيتها مو مزبوطة. صح. وكمان يمكنها انه استشارة طبيب او قابلة اذا لزم الامر. نعم. خصوصا انه تكون المولود الاول للسيدة. أيوة. هي بتكون دائما انه ما عندها فكرة عن الموضوع، ما عندها حدا كبير بيستعين فيها. مثلا تكون العفو احيانا بتكون في حالة غائرة مثلا. صح. في كتير يعني من الامور، يعني هاي بتكون عوائق للطفل. أيوة. ولا كمان بدي نوع على الشغله على هاي المسألة، انه باخر الحمل يعني بالشهر الاخير قبل الولادة يفضل على كل مرأة انه تفحص حالها اذا في حالات مثلا حالة غائرة، اي تشوه في الثدي. نعم. مراجعة الطبيبة او مشان تقوم بالإجراء اللازم قبل الولادة بالوقت المناسب. أيوة. يعني ممكن يكون في عقد، في كتل، في أيوة. شيء بالجس أو كذا، في عدم تناظر بين أيوة. الثدي والآخر. لازم السيدة تنتبه على حالها قبل انه رح تكون مقبلة للرضاعة وللولادة. فبدها تكون مؤهبة لهالشيء هذا. كمان معلومة جدا مهمة. اكيد هلا بعض الامهات بيعتقدوا انه بكاء الطفل يعني انه بده حليب، انه او سواء الحليب غير كافي يعني. هل الاعتقاد هذا الى اي درجة صحيح؟ مو دائما، يعني مو كل ما يبكي الولد نقول انه اكيد انه جوعان او غير كافي. في اسباب كثير تخلي الولد يبكي. احتمال يكون من عدم الارتياح، يعني موسخ حاله، او برد او حرارة. مرات من الضجة اللي بيكون في ضجة او التعب، بيكون تعبان. جاي على هالعالم. أيوة. هذا بيكون في مرض او الم مثلا. نعم. الولاد صغار بيصير عندهم مغص كتير. هذا بيقل شوي خلال 3 أشهر. هي أكتر الحالات يعني. صح. وفي مثلا الأم تاخذ أدوية تدخين على الحليب اللي عم ياخده الطفل كمان. والطفل معها هلا سؤال دائما انه بيخطر على بالي، انه مثلا الأم اللي بتاخذ يعني بتتغذى غذاء معين،
الغذاء هذا له آثار سلبية على الطفل. مثال إذا بدنا نقول مثلا الأم تغدت بقوليات، فهالشي هذا بيأثر على الطفل؟ أكيد أثر، بيعمل مغص، بيعمل وجع كتير لكان لازم بدها تدير بالها على الحالة، خاصة 3 أشهر الأولى إنه تحمي حالها من هي الشغلات اللي تعمل نفخ وغازات جهاز الهضم لدى الطفل. حلو كتير هذا كمان. هالمعتقد هذا كمان نفيناه يعني. نقول إنه يا ترى سيدي أمل هلأ بيحتاج الطفل انه اللي عم يرضع رضاعة طبيعية الى ماء في فصل الصيف؟ من شوي حكينا لا ابدا ما يحتاج. هالمعتقد الخاطئ ابدا انه والله شربين خلال ال6 اشهر الاولى ابدا لا يحتاج شيء غير الحليب حتى ماء لا الطبيعي طبعا، ما عدا الادوية لا. ايوه اما اي شيء متمم او ابدا مكمل او اي شيء لا يحتاج. هاي اكيد رح نعيدها، يعني نعيدها اكيد بنهاية الحلقة. هلا سؤال اخر بيخطر على بالي السيدة امل، لكن لنشوف طبعا بنشكر المستمعين ومشاهدينا اللي عم يبعتوا كومنتات. سلاماتنا لكم السيدة جيهان والسيد ابو يوسف، اكيد سلاماتنا لكم. السؤال اخر، متى يجب على الام مراجعة القابلة او الطبيب اثناء فترة الرضاعة؟ إذا شافت مثلا صار مع أي اختلاط، مثلا صار في عندها احتقان بالثدي، ألم بالثدي، خروج إفرازات غير طبيعية، مو حليب يعني مرات تكون ألم يعني يكون خراج مثلا، حرارة، الحليب له رائحة غير مألوفة مثلا. أيوة. ممكن يوم اللي يجي عليه تصير في عندها حمى، يكون في التهاب أو خراج بالثدي. نعم. أو أي شيء يعني مو طبيعي، يفضل مراجعة أخصائي أو القابلة استشارة يعني. لأنه مو هي بس الوحيدة المعنية بالأمر، إنه في شخص تاني أكيد. اللي هو الطفل. أيوة. يعني هلأ صايرين في صلة تواصل، ويعني ترابط بيناتهم، ترابط أيضا. فهالشي هذا لازم تنتبه له السيدة. أي شيء خارج عن المألوف لازم استشارة. تعمل استشارة أخصائي. طبعا نحن دائما قبل نهاية حلقتنا وبنختم لقائنا بمجموعة من النصائح والإرشادات والتوجيهات عبر منصتنا وعبر ضيفنا. فالسيدة أمل إبراهيم القابلة القانونية، مشكورة على الاستضافة والمشكورة على أنه صرتي ضيفتنا وعلى هالمعلومات الجميلة جدا. رسالة منك للأمهات المرضعات أو المقبلين على الرضاعة، شو بتوجه لهم رسالة؟ أول شيء في كم وصايا بدنا نقول للنساء المرضعات إنه أول شيء أهم شيء الرضاعة خلال الساعة الأولى من الولادة. هاي الساعة الذهبية مثل ما قلنا لا يستغنى. ثانيا الرضاعة الحصرية، إنه الرضاعة فقط من حليب الثدي من الأم، لا تحتاج لأي سوائل تانية خلال الأشهر ال6 الأولى. الإكثار من تناول السوائل، الأغذية الغنية المتوازنة والصحية، أخذ الحصول على قسط كافي من الراحة، تجنب الأدوية دون استشارة الطبيب، والتدخين كمان يأثر على صحة الأم، ومراجعة المركز الصحي عند وجود أي مشكلة صحية. ومثل ما قلنا إنه الرضاعة الطبيعية مو هو بس وسيلة لتغذية إشباع الطفل، بس هو إنه هو يعني بداية لحياة صحية مليئة بالمحبة والأمان. تمام. بنوجه تحية للدكتور أخصائي الأطفال دكتور صخر عليكة، كمان هو بعت لنا سلامات. قبل ما ننهي لقائنا أكيد هيك خطر على بالي إنه السؤال إنه مثلا هي الرضاعة لأي سن لأي فترة فينا نرضعه؟ إذا طبعا بالقرآن الكريم مذكور إنه الرضاعة لحولين، يعني اللي أيوة. الحولين اللي السنتين. يا ترى من المفروض لأي عمر أو يضل الطفل عم يرضع؟ هو لو المريضة فيها ل2 أفضل شيء، ل1.5 سنة أقل شيء يعني. ولل2 في حليب يعني؟ في حليب. تمام. طالما عم ترضع في حليب. حلو جدا. إذا وقفت إجباري بده يوقف الحليب. أكيد. تماما.
مرة ثانية بنشكرك السيدة القابلة القانونية أمل إبراهيم على الاستضافة الحلوة والمعلومات الجميلة. الله يسلمك. نشكر حسن استماعكم كمان، ونتمنى الصحة والسلامة لكم ولجميع المتابعين ولأولادهم إن شاء الله. شكرا لك. شكرا على حسن استماعكم مستمعاتنا. اليوم كانوا شريحتنا المستهدفة هي السيدات المرضعات. على أمل نلقاكم الأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة وموضوع جديد. ضلوا بخير وسلامة.